عشرات اللاجئين من قومية الأوروميا الإثيوبية ذات الغالبية المسلمة يتظاهرون أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة في صنعاء للمطالبة بالكشف عن ملابسات سقوط العديد من أبناء جلدتهم في أحد مراكز الاحتجاز التي تديرها حركة أنصار الله الحوثية في العاصمة اليمنية. الحكومة التي تحكم صنعاء أودعتهم سجون، وفي بعضهم تحدثوا لي وهذا مثبت لدي بأن يساوموهم لكي ينضموا لمسلحي الحوثي لكي يقاتلوا القوات المتحالفة أو العدوان السعودي على ما يسمونهم هم. وبينما وصفت السلطات الأمنية للحوثيين المحتجزين بأنهم مهاجرون غير شرعيين، اتهمت مصادر إثيوبية في أوروبا والولايات المتحدة كانت على اتصالات بأولئك اللاجئين المحتجزين، اتهمت سلطات الحوثيين بفرض مبالغ مالية على هؤلاء مقابل ترحيلهم. وهذا الذي أغضب أغلب السجناء، وعلى أثر هذا عملوا إضراب عن الطعام رفضا واحتجاجا على هذه المعاملة، والحراس دخلوا لهؤلاء السجناء وطلبوا منهم أن يأكلوا أو أن ينهوا إضرابهم عن الطعام بركلهم وسفعهم وبالعصاي. وطبعا السجناء اتحدوا فيما بينهم وقاموا بإخراج هؤلاء الحراس من السجن لخارج المبنى، وهناك الحراس استدعوا قوة أخرى أتت وهي التي رمت عليهم قنبلة حارقة، وهذا الذي أدى إلى وفاة حوالي 450 شخصا في الحال. المنظمة الدولية للهجرة تحدثت في بيان لها عن عراقيل تعيق الوصول إلى الجرحى المصابين بسبب التدابير الأمنية المشددة للحوثيين في المستشفيات، وطالبت الحوثيين بالكشف عن ظروف الحادث. أنور العنسي، BBC.